السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل بقسماط حرف الاس. بجد طعمه لذيذ جدا، احلى من اي فرن، وكمان يعني انضف واوفر جدا. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. يلا بينا نبتدي. هنبدأ ان احنا ندوب الخميرة والسكر مع المية، وبعد كده هنضيف عليهم البيكنج باودر، وبعد كده هنزود السمنة بالزيت. احنا لما بنحط البيكنج باودر بيفور كده، هنزود بعدها السمنة بالزيت، وبعد كده هننزل عليهم بالدقيق واحدة واحدة. انا استخدمت الكمية كلها، بس برضو لازم تنزلوا الدقيق واحدة واحدة، عشان الدقيق بتاعكم ممكن يختلف عن الدقيق اللي انا استخدمته. فانتوا ممكن هتستخدموا نفس الكمية او ازيد شوية صغيرين او اقل شوية صغيرين، وده على حسب نوع الدقيق. هنبدأ بقى ان احنا نعجن فيه، وانا مش عايزة اعجن فيه كتير. بمجرد ما العجينة يختفي فيها الدقيق خلاص كده هوقف عجن، وهيبقى ده شكل العجينة بتاعتي. شايفين طرية قوي ازاي؟ طرية جدا بس مش بتلزق. هعمل تيست بسيط ليها، هاخد قطعة من العجين وهصبحها كده، مش هلاقي فيها تشققات خالص، فيبقى كده العجينة عندي تمام مظبوطة. هسيبها بقى تخمر شوية. انا مش هسيبها تخمر كتير، انا بس بمجرد ما هي تريح شوية، يعني حوالي تلت ساعة مش اكتر من كده. وفي الوقت ده هجهز عندي الخليط اللي انا هغطيها بيه. عندي هنا كوباية سمسم، عليهم 4 أو 5 معالق سكر، والسكر هنا براحتكم، ممكن تزودوا ممكن تقللوا على حسب ذوقكم. وهنزود عليه الزيت ونقلبهم مع بعض لغاية ما يبقى الزيت شبه مبلول. العجينة عندي هنا كانت خلاص ريحت حوالي تلت ساعة بالظبط، ما كترتش عن كده. حطيتها جنبي كده، وبقيت ابدأ ان انا اقطع فيها وهبدأ شغل على طول. هي سهلة جدا، تشكيل سهل جدا، وبجد مش بياخد اي وقت. شايفين انا باخد القطعة كده وبفضل ابرمها بالشكل ده، وبعد كده هحطها في خليط السمسم بتاعي. ولما احطها في خليط السمسم بتاعي هضغط عليها برضو بين ايدي كده، عشان اتأكد ان السمسم مسك فيها او هيلزق فيها، مش هينزل منها. شايفين؟ وده كده طريقة التشكيل سهلة جدا، يعني بجد مش بتاخد اي وقت. شايفين؟ سهلة جدا. هبدأ ان انا احطها عندي في الصينية او الصاج بتاعي. شايفين؟ انا لازم ادوس عليها بعد ما بنزلها في السمسم، لازم بدوس عليها بين ايدي كده عشان نثبت السمسم على العجين. بقطع من العجين اهو، وببدأ ان انا الف او ارول العجين كده، ابرمها كده، وهنزل في السمسم، وبعد كده هضغط عليها وهشكلها. ممكن بقى تشكلوها حرف اس عادي، ممكن تشكلوها دورية، اي حاجة مش هتفرق كتير، بس هو ده الشكل اللي بيبقى موجود في الافران. هخلص الكمية بقى بتاعتي وهدخلهم الفرن على درجة حرارة 170. وناخد بالنا ان احنا عايزين يستوي على الهادي، ما ياخدش لون على طول، علشان يستوي من جوه كمان ويبقى مقرمش من جوه ومن بره. وناخد بالنا ان احنا يعني اول ما القعر بتاع البقسماط يلون، يبقى نقفل الفرن ونشغل الشواية ياخد لون من فوق. شايفين؟ هو ده اللون اللي احنا عايزينه. ده البقسماط بعد ما خرج من الفرن. شايفين شكله حلو قوي ازاي؟ والسمسم بجد مش بيقع، ومقرمش جدا، وطعمه لذيذ جدا، والسكر فيه مظبوط قوي. بجد مش محتاج الا كوباية شاي. جربوه وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.